بشطحات وخزعبلات من الجانب المغربي. هذه المرة آخر الشطاحين والذين خرجوا إلى الواجهة بهيجة سيمو مديرة الأرشيف أو من تسمى مديرة الوثائق، هذه على الصورة مديرة الوثائق والأرشيف المغربي، خرجت بتصريحات أن الأرشيف الذي يضم الوثائق الملكية يضم وثائق تؤكد ملكية المغرب للصحراء الشرقية، يعني ماشي برك الصحراء الغربية وإنما للصحراء الشرقية بما فيها بشار وتندوف والقنيطسة، وهو تصريح من مسؤولة رسمية. يعني لو كان تصريحا من واحد إعلامي أو شخص غير رسمي لا اعتبرناه مسألة عادية، ولكن هذه لديها منصب رسمي وبالتالي تمثل القصر الملكي وتمثل المخزن لأنها مسؤولة الأرشيف الملكي. فخرجة جديدة تبين أن الحدود ليست وحدها المغلقة، عقول المسؤولين المغاربة مغلقة أيضا، وبأن عقدة الحدود هذه ستستمر تلاحق المغاربة والمخزن أبد الآبدين، يعني منذ حرب الرمال وحدود بعد الاستقلال إلى غلق الحدود في منتصف التسعينات إلى الحدود التي يتم تهريب المخدرات ومختلف السموم من خلالها ضد الجزائريين. فليس جديدا ما قالته بهيجة سيمو، وإنما هي تكرر أسطوانة ما عرفت بخزعبلات ورواية علال الفاسي، ولكن هذه الرواية طبعا مطعونة تاريخيا، كان بزاف شواهد تاريخية ربما الوقت يضيق للحديث عنها، ولكن مساء الخير الكاتب والمؤرخ معنا عبر الهاتف. أستاذ الخيلة مساء الخير، مرحبا بك. على لسان السيدة بهيجة هذا يمثل امتداد معروف أن حزب الاستقلال المغربي كان منذ جانفي 1956 يعني تبعية موريتانيا للمغرب مطالبا فرنسا بإلحاقها بالمغرب. هو الموقف الذي تبنته حكومة الرباط أيضا أمام الأمم المتحدة في شهر أكتوبر من عام 57 وشفها، ومع ذلك ظل الملك محمد الخامس يعتبر موريتانيا جزء من المغرب الأقصى ليضطر خليفته الحسن الثاني للاعتراف بموريتانيا كدولة، إلى أن الملاحظ أنه رغم الاعتراف الرسمي لسلطات المملكة المغربية بموريتانيا واستقلالها فإن حزب الاستقلال ما زال لحد الآن لا يطرح القضية الموريتانية فحسب، بل حتى مسألة الحدود مع الجزائر، إذ يرى أن خارطة حدود المملكة المغربية تمتد إلى غاية نهر السنغال جنوبا، وهو ما يعني إلغاء الكيانين الصحراوي الغربي والموريتاني. أما شرقا فإن طرح الاستقلال حزب الاستقلال وما تبشر به هذه السيدة اليوم يذهب إلى القول بأن حدود المملكة المغربية تمتد إلى غاية النيجر شرقا، وهو ما يعني امتداد حدود المملكة نحو أراضي جزائرية، وهو الطرح الذي كان من ضمن أسباب المواجهة المسلحة بين الجزائر والمغرب سنة 63. ونظن بلي لمعالجة هذا الموضوع كانت منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت مؤتمر لها سنة 64 كرست ذلك المؤتمر لتثبيت مبدأ الإبقاء على الحدود الموروثة عن الاستعمار. سياق استفزازي أكثر منه تاريخي. لا هو تاريخي ينصف فيها الموضوع هذا أو بعبارة أخرى سيد الخيلة هنالك محاولة للي عنق التاريخ والجغرافيا لصالح السياسة. لا لي عنق التاريخ